أهلًا وسهلًا، السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ على خير مزيانين؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، عواشركم مبروكة، كيف ما كتشوفوا اليوم إن شاء الله غنوجد معكم محبوبة الجماهير اللي هي الحلوى التمر على الطريقة ديالي، خليكم معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. في المقادير عندي هنا 500 غرام طحين، معلقة كبيرة د مايزينا أو النشا، 250 غرام الزبدة تكون نوعية جيدة، معلقة كبيرة سكر فاني، عندي هنا نص كاس عنبة سكر كلاصي، ونص كاس عنبة الزيت، هذه بالنسبة للعجينة. بالنسبه للحشوه التمر عندي هنا 250 تمر اللي بخرته وحيدت له العظيم ديالو وطحنته، معلقه كبيره د الزبده، غنحتاجو المزهر، عندي هنا 2 معالق كبارين د الكركاع اللي مهرمش، معلقه د الزنجلان محمص شويه، معلقه صغيره د القرفه ومعلقه صغيره د قرنفل. بسم الله غادي نبدا نخلط في العجينه. عملت هنايا ديك معلقه كبيره د سكر فاني، عملت الزبده، غنزيد ديك نص كاس عنبه سكر كلاصي، وغادي نخلط داك السكر كلاصي مع الزبده مزيان حتى يندمجوا مع بعضياتهم. هاد العجينه كتجي لذيذه وكتجي فتيه كتذوب، جربوها على ضمانتي. ملي كيتخلط لنا السكر والزبده مزيان غادي نزيد ديك نص كاس عنبه الزيت وندمجوه حتى هو مع السكر والزبده. بالنسبه للمقادير غادي نخليهم لكم مكتوبين مضبوطين ان شاء الله تحت الفيديو في صندوق الوصف. غادي نزيد هنا ديك معلقه مايزينا او النشا وغادي نخلط مزيان. انا نسيت ما قلت لكم في المقادير، في العجينه عندي واحد معلقه المزهر، انا غنزيدها دابا. بالنسبه لهاد الكميه خرجت لي 50 حبه الحلوى التمر، بغيتو الكميه كبيره كتضاعفوا المقادير. صافي هنا كنبدا نعمل طحين شويه بشويه حتى كتجمع لي العجينه، ونحصلوا على العجينه اللي هي مجموعه وتكون رطبه. صافي هنا غادي نكمل كميه الطحين اللي بقات لي ونجمع العجينه. ومن بعد ما كتجمع لي العجينه ديالي كيف ما كتشوفوا غادي نخليها على جنب ترتاح، وغادي ندوز باش نخلط العقده د التمر. هذيك التمر غادي نعمل فيها معلقه كبيره د الزبده، وداك الكركاع اللي صهرته شويه في الفران وهرمشته، قرفه، معلقه صغيره د قرنفل مطحون، ومعلقه كبيره د الزنجلان اللي محمص شويه، وغادي نزيد قياس 2 معالق المزهر. صافي كنبقى نخلط داك العناصر كامله مع بعضياتهم حتى يندمج لي الخليط مزيان، وغادي نزيد داك 2 معالق د المزهر. صافي ملي كيتخلط لنا التمر مزيان غندوزو باش نعملو حريبلات صغارين. كيف ما كتشوفوا هنا كنعمل حريبلات صغارين د التمر، عملوا القياس اللي بغيتوه، انا عملتهم متوسطين ماشي كبيبرين بزاف وماشي صغارين بزاف. وهالسامر راهي تحت نكمل ديك العقده اللي عندي كامله نحربلها عاد باش نبدا الخدمه باش كتسهل عليا الخدمه. بعد ما حربت الحشوه كامله كيف ما كتشوفوا حتى العجينه كنعمل منها كويرات باش كتجيني الخدمه سهله. عندي هنايا هاد النقاش هذا باش نقش العجينه ديالي، كناخذ كويره كنستعن بشويه د الطحين صافي، كنطلقها غير بيدي وكنعمرها بالحشوه كيف ما كتشوفوا، وكنشد العجينه وكنقلبها. ديك العجينه منين شديناها كنعملها هي اللي لتحت وكنعوضها على شكل كعيبه، كنبسطها شويه من الفوق باش تعطيني ديك الفورمه مزيونه صافي، وكنبدا نقش فيها. كيف ما كتشوفوا كنبقى ندي ونجي في النقشه حتى كنكمل الكعيبه ديالي على هذا الشكل هذا. غادي نزيد معكم واحده اخرى، كنبسط العجينه غير بيدي وكنعمر الحشوه، الجهه اللي كنشد فيها العجينه هي اللي كنعملها لتحت صافي، كنعوض الكعيبه ديالي كيف ما كتشوفوا. هيدا غادي نكمل الكعيبه ديالي كاملين باش ندخلهم في الفران.
صافي من بعد ما كنكمل الصينية الأولية، عندي الفران كيسخن 180 درجة، غندخل الحليوة ديالي حتى طيب باش نفندوها في السكر كلاصي إن شاء الله. كيف ما كتشوفوا من بعد ما طابت لي الصينية الأولانية في الفران، كنخليو الحليوة حتى كتحمر مزيان في الفران، عاد كنخرجوها كندردر عليها السكر كلاصي كيف ما كتشوفوا مزيان. صافي وإذا كتكون الحليوة ديالنا واجدة أنا غادي نعملها في كويغطات. هنا كيكون الفيديو ديالنا تسالا، نتمنى إن شاء الله الوصفة اليوم تنال الإعجاب ديالكم وتجربوها وتعجبكم الطريقة ديالي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، فيديو آخر ووصفة أخرى إن شاء الله.